يا مساء الحلويات والانوار، من مطبخ حلة وبوتاجاز مع ام عمر. هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا جدا يا بنات، وهتريحكم بطريقة ممتازة، ودايما هتعتمديها في مطبخك في العزومات، وهتشرفك كمان في كل الوصفات، كل الاكلات، ودايما هتشرفك على سفرتك قدام ضيوفك وحبايبك ومعارفك. هنعمل النهاردة مع بعض طريقة ممتازة، بدل ما بالغالي تشتريه ب60 وب80 جنيه وتجري عليه وتصرفي فلوسك. طب ما تيجي نعمل البديل بتاعه وبطريقة سهلة خالص، طريقة ممتازة زي ما قلت لك، وبأقل المقادير، وبالرز المصري العادي بتاعنا. هنعمله مع بعض، بس محتاج مننا كده شوية تريكات وحركات، وهيطلع معانا زي ما قال الكتاب ما شاء الله اللهم بارك، ودايما هيكون عليه إقبال أحلى كمان من الوصفة العادية اللي كلنا متعودين عليها. طب ما تصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، وتعالوا نشوف فيديو النهارده بيتكلم عن ايه، وعن الطريقه الجميله والوصفه الجميله التحفه اللي تستاهل من ايديكم انتوا تجربوها على طريقه حله وبوتاجاز مع ام عمر. ما تنسونيش في دعوه حلوه من قلبكم، وكمان لايك وشير، وتعملوا شير لكل اصحابكم للقناه بتاعتنا القمر دي عشان تقدر تكبر كده ونكبر معاها اللهم بارك. بسم الله وتوكلنا على الله، تعالوا نشوف وصفتنا القمر النهارده عملناها ازاي. بصي يا حبايب قلبي، حطيت كده معلقه كبيرة من الزبدة، ومعاها معلقتين كبار من الزيت، وهنزل بايه كده. دي بصلاية مقطعاها مكعبات، ومعاها برضو قرن فلفل اخضر مقطعاه برضو كده ايه قطع صغيرة. طيب هقولك على الاضافات والبدايل زي ما احنا متعودين على في قناتنا ان احنا بنقول كل حاجة عشان نسهل كل الامور لحبايبنا ومتابعينا. معايا كده زي ما قلت لكم، البصلايه متقطعه مكعبات، والفلفل الاخضر. لو عندك فلفل الالوان اللي هو الاحمر والاصفر والاخضر حطي، ما فيش مشكله. عايزه تحطي الفلفل اللي هو الاحمر الحار، عايزه تحطي مفيش مشكله. لو انت بتحبي الاكل سبايسي هتحطي الاخضر العادي، لو انت ما عندكيش الالوان برضو مفيش مشكله. دايما بنبسط امورنا في كل الطرق بتاعتنا. ما عندكيش فلفل خالص ومش هتحطي، او مش غير او مش موجود عندك، هقولك على البديل للفلفل خالص اللي مش موجود عندك. تمام. طيب بعد ما البصله بتاعتنا بس كده بنشوحها كده ونشم بس كده ايه الريحه بتاعتها، ما بنديهاش لون، بالعكس احنا بس بنديها تشويح. ونزلت عليها بنص معلقه صغيره من الثوم المهروس او هريسه الثوم، تدينا ريحه حلوه خالص كده وتست جميل جدا جدا في الوصفه بتاعت النهارده. طب وصفتنا النهارده زي ما قلت لكم هي بديل الرز البسمتي يا بنات، هنعمله بطريقه حلوه جدا جدا، وطريقه هتشرفك في كل العزومات زي ما قلنا. ومش هتلفي وتحتاري، بدل ما تروحي تقفي عليه بالتوابير ب60 وب80 جنيه، واحيانا كان بيوصل ل90. طيب هتعمليه بالرز العادي المصري الموجود في كل بيت، موجود بسعر قليل جدا، حتى لو مش موجود عندك في البيت هتجيبيه وتقدري تعمليه. حطيت انا كده ايه، حطيت خلطة الرز البسمتي، او خلطة رز الكبسة بتجيبيها من عند العطار. اي عطار انت بتتعاملي معاه قولوا له عايزة خلطة الرز الكبسة او الرز البسمتي. الخلطة بتاعتي يا بنات حد هيقول لي مفيش فيها قرفة ومفيش فيها ليمون مجفف، هقول لك الحاجات دي العطار اللي انا بتعامل معاه المكونات دي كلها بتكون ناعمة مطحونة، ما بيكونش فيها ايه حب اللي هو الخشن. طيب لو انت حابه تضيفي اضافات من عندك زي ما انا بضيف كده، بضيف قرفه، وبضيف القرفه الناعمه برضو، وبضيف كمون وكزبره، كل ده ناعم وموجود عندك في المطبخ، التوابل بتاعتك يعني بمعنى اصح. طيب انت قلت لنا بديل الفلفل البابريكا يا حبيبه قلبي، هتضيفي نص معلقه صغيره من البابريكا لو مش موجود عندك فلفل خالص. تمام. ومعايا بقى كده حوالي كيلو من الرز المصري العادي زي ما قلت لكم، غسلته غسله كويسه كويسه جدا. ايه بدايل الرز البسمتي من الرز العادي، الرز البسمتي بتعوزي تغسليه بميه سخنه قبل ما بتضيفيه في الحله بتاعتك. احنا كده ماشيين على كل طرق الرز البسمتي، اختلاف بس نوع الرز اللي بنحطه في الحله بتاعتنا. تمام. حتى لو انت برضو بتعملي الرز البسمتي هتشوحي برضو البصلايه مع الفلفل الالوان مع التوابل مع خلطه الرز البسمتي او خلطه الرز الكبسه. وبعد كده اذا قلت لكم الاختلاف نوع الرز، بس غسلناه بميه ميه عاديه من الحنفيه. الرز البسمتي بتغسليه بميه سخنه. تمام. طيب الرز البسمتي بتغلي له الميه يا حبيبه قلبي، لازم الميه اللي بتصبيها عليه وعشان يغلي معاكي كده بتكون ميه مغليه. الرز العادي اللي احنا بنشتغل بيه ممكن تغلي له ميه، وممكن تحطي له ميه عاديه من الحنفيه، ايا كان يعني. تمام كده تمام. ضفت ايه دلوقتي؟ ضفت الملح وانا بتكلم معاكم، مقدار الملح اللي بتضيفيه للرز بتاعك العادي جدا. طيب مقدار الميه اللي بنضيف نسيت اقول لكم على تركية حلوة جدا جدا ومهمة، هتضيفيها للرز سواء برضو البسمتي او الرز العادي، معلقة صغيرة من السكر. تمام تمام.
طيب بديل السكر يا بنات العسل، انت بتضيفي معلقه صغيره من العسل الابيض، يا خراشي على جمالها بقى، بتودي الرز في حته تانية خالص، تخلي طعمه خطير خطير. تمام كده انا حطيت معلقه السكر اهوت زي ما قلت لكم. طيب الميه اللي بتحطيها على الرز، هقولك للرز البسمتي بيكون الميه منسوبها اعلى شويه من العادي، الرز العادي. الرز العادي زي ما معانا كده دلوقتي في الفيديو، اللي انت متعوده عليه في اضافه الميه للرز بتاعك العادي اللي بتطبخيه كل يوم في مطبخك، بس ما بتزوديش. انما الرز البسمتي بيكون الميه منسوبها اعلى شويه من الرز العادي. يا رب اكون افدتكم وقدمت لكم كل معلومه في فيديو النهارده. ادينا كده الرز مع المكونات اللي عملناها مع بعض تقليبه حلوه، والنار بتاعتنا عاليه كده، وهنسيبه لحد ما يتشرب. يعني ايه يتشرب؟ يعني يبدا يغلي كله في بعضه، والميه تبدا تنشف من على الرز، ونبدا نوطي عليه النار. تمام يا بنات كده خلاص الرز بتاعنا اتشرب والميه راحت خالص منه. سيبته بقى، ما بقلبوش على طول، دي بقى بعد ما انا كنت فاصله الفيديو. بتسيبيه شويه بعد ما بتشرب، ما بتقلبهوش على طول، وتوطي عليه النار وتسيبيه يبخر كده مع نفسه، يستوي مع البخار. وبعد كده بعد بتاع حوالي 10 دقايق تبداي تقلبيه زي ما انا بقلبه كده معاكم زي ما انتم شايفين. اللهم بارك، رز مفلفل وجميل وطعمه جميل جدا جدا جدا، ما تفرقهوش عن الرز البسمتي. وصفة جميلة سهلة وبسيطة، فيديو جميل يستاهل منكم لايك وشير لكل اصحابكم وحبايبكم. ما تنسونيش بدعوة من قلبكم، دعوة كده من القلب بصالح الاحوال، ربنا يشفيني ويعافيني ويهدي لي حالي ويهدي لي اولادي، اللهم امين يا رب العالمين. بحبكم في الله احلى متابعين، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي، ربنا يجعل المحبة والمودة دايما ما بيننا، ونقدر نكبر بالقناة القمر بتاعتنا دي. مش عايزة تتحرك خالص لقدام، بس احنا بنحاول نزقها زقة في زقة كده لحد وتتحرك بينا باذن الله تعالى. ما تنسونيش شير ولايك وسبسكرايب للقناه، ما تنسونيش في دعواتكم، بحبكم في الله. كان معاكم ام عمر من مطبخ حله وبوتاجاز مع ام عمر. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.